خير يا هندسه، في ايه مالك؟ والله هندسه زهقت من العربيات البلاوي دي. على فكره اكتر من عربيه تجيلك فيها مشكله زي كده بسبب قله خبره الناس. احكي لنا التفاصيل. يا هندسه العربيه دي ماشيه 17000 كيلو، يعني العربيه 17,000 دي لسه جديده على حالتها دي. العربيه دي لسه جديده 17,000 ده المفروض كسر 17000 زيرو. كيلو. العربيه دي عملت حادثه في الوش، راحت لحد كهربائي مشهور جدا. عمل فيها كهربائي كده. مشهور. عمل عمل ايه إيه بقى بقى؟ كده؟ العربيه خلفه تقسيمه، وغالبا هتكون عوجه صبابات. لا بص الضفيره بتاعت العربيه عامله ازاي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه العك كل ده ده؟ شريط لحام. العربيه طبعا ما العك ده؟ بتدورش، جالي على ونش. حساس الفي في تي ده مش بتاع العربيه اساسا، متبدل. يعني الدينامو متعدل. يا باشا ده لو عربيه بص يا 28 مش هتبقى متقفله بالشكل عربيه ده. 17000 كيلو يحصل فيها كل ده حرام. حرام. بص يا باشا، طب ده ناتج عن ايه برايك؟ يعني قله خبره المالك ولا قله الضمير ولا الاثنين مع بعض؟ بص قله خبره المالك، استرخاص المالك، لان المالك حب يسترخص ما وداش لحد متخصص. المتخصص هيبقى غالي خلي شويه. بالك بس لحسن الملك يكون شايفنا. وغالبا شايفنا. ما هي دي الحقيقه، هو فعلا استرخص. مع ان العربيه دي صرفت 150000 جنيه على كلامه. هو بيبتدي عايز هو عايز يروح يلم. لحد رخيص. بالظبط. لا لا هو هو لو يلبسه في حاجه كبيره. هو صرف 150000 جنيه والعربيه جايه على ونش بالمنظر ده. ال ده 150000 جنيه دول لو كان صرفهم من الاول خالص عند حد متخصص كان العربيه رجعت زيرو تاني. ومن غير اي حاجه اقل من اقل من 100,000 جنيه. العربيه لسه كمان هيصرف عندك تراود. وكان مشكلتها ان فيها شغل كهرباء. المشكله الكبيره ان فيها شغل كهرباء معكوك، والعربيه دي شغل الكهرباء بتاعها ما بيرجعش تاني غير على ايد حد متخصص. عموما يبقى احنا بننصح الناس مبدئيا اللي هم لما يجوا يشتغلوا في حاجه زي كده يبقى مع حد متخصص بالظبط. مش مع اي حد وخلاص. شغل الشارع يا جماعه ما بينفعش في العربيات الحديثه. شفتوا بخير، شكرا يا هندسه. عفوا هندسه.